السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا. موضوع اليوم خلى بزاف ناس تقلق وبزاف ناس ترتاح، لكن السؤال الحقيقي هل هذا هو الحل؟ يلا بينا متابعينا نشوفوا وش هو موضوع اليوم وعن ماذا يتحدث. موضوعنا الأول اللي راح نتحدث عليه متابعينا هو خروج الإعلامية سمية شماس في فيديو تحكي فيه على تجربتها، بحيث راحت للسوبر ماركت تقضي أيها الناس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. ربي إن شاء الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية. لاحظت سمية شماس لهفة الجزائريين لاقتناء الأواني والمصروف، وراكم تعرفوا لهفة الجزائريين، شري هذه هز هذه زيد هذه منها. حاولت سمية شماس تعطي نظرة أو فكرة أو تتحدث على هذا الموضوع. لعل وعسى تكون كلمتها فيها نتيجة للجزائريين، إنه يكفي من هذه اللهفة، يكفي من هذا الشراء بدون تفكير، يكفي من أنكم تكونوا قوم تبع أو تحبوا تعاندوا بعضاكم، هذيك شرات جارتي جابت هذيك دارت هذيك. نقصوا شوية كما كاين الطبقة الغنية، كاين المتوسطة، كاين الفقيرة. دائما لازم نشوفوا لبعضنا، وهذا الشهر شهر العبادات، شهر التوبة، شهر التقرب إلى الله، مش شهر أكل، شهر لا معليش صايمين تحبوا تاكلوا تحبوا، بصح لهفة علاه تشريو بهذا البذخ ولا وش نقدروا نسميوها. المهم سمية شماس حبت تعطي كلمة للشعب الجزائري، انه تنقصوا شويه من هذه اللهفه، انه خليوا الشهر الفضيل يكون للعبادات، للطاعات، للدعاء، تقرب الى الله، ختم القران. هذا حيكون احسن ليكم، ونقصوا علينا شويه من التصوير والفيديوهات والاكل، وكما كاين اللي راهم قادرين، كاين اللي راهم يشوفوا بالعين وما يقدروش ياكلوا. راعيوا المشاعر غيركم من فضلكم متابعينا. سمية شماس اعطتكم الرساله وانا أوصلها لكم. أتمنى أنه نصوموا رمضان بالصحة والعافية، وأنه يتقبل منا ربي كل العبادات والطاعات، وأنه يقدرنا أن نصوموه ونقوموه في أحسن حال. أما من الموضوع هذا ننتقل إلى موضوع آخر، واللي هو سليمة بسيكولوج. أكيد أكثرنا ما يرتاحش لسليمة بسيكولوج من مواضيعها اللي تديرهم. من سليمة بسيكولوج مؤثرة، نقدر نقول عليها مؤثرة، أو سليمة بسيكولوج ما نقولوش عليها مؤثرة، نقولوا عارضة فضائح، تعرض فضائح الناس، تعرض حوايج ما كانتش في مجتمعنا، ولا سليمة بسيكولوج تخلينا نشوفوها. المهم سليمة بسيكولوج خرجت في فيديو تبكي بحرقة. ولماذا في رأيكم متابعينا؟ تمت سرقة كون تيك توك لسليمة بسيكولوج، وسليمة بسيكولوج من واه راهي عايشة من تيك توك بيان سور. سليمة بسيكولوج تبكي بحرقة وكأنه فقدت فلذة كبدها. لو كان فقدت فلذة كبدها مش راح تبكي بالدرجة هذيك. فقدت كون تيك توك متابعينا، إنه كون تيك توك الأموال بالدولارات أو الأورو أو المهم العملة الصعبة. إنها الفلوس بتحيي النفوس يا صديقي. عندها الحق سليمة بسيكولوج تهبل، الفلوس بتحيي النفوس. سليمة بسيكولوج سرقوا لها الكونت تاعها وداو لها فيه مبلغ مالي كبير كانت مخليته في الكونت تاعها. المهم لازم العقاب من الله. واش راح نديروا لك؟ فضائح اللي راكي تفضحي في الناس فيها، الحوايج اللي راكي تحاولي تدخليها لمجتمعنا، ها ربي. المهم متابعينا نروح لموضوع اخر، موضوعنا التالي وهو المهبوله تاع فيفي اللي كل يوم تخرج لنا بموضوع جديد. فيفي اللي من نقد الى نقد، من حاجه لحاجه، المهم تخرج تطلع من طيحه تعاود تطيح. فيفي هي تشد روحها. الاستقامة في اسمها لا للاستقامة، دائما تميل هك طاح. المهم متابعينا، كلكم تعرفوا معنا انه في السوشيال ميديا كل يوم يخرج لنا ترند الكركم، ترند أمر ترند ترند الاخر هذا الخليجي، عجار الخليجي او من هذا القبيل. المهم الكل عمل ترند هذا، كل واحد بطريقته الخاصة. ومن من هذا المنبر نحيي رينا بنت بلادها وبنت الجزائر حق وحقيقي. رينا كي دارت الترند هذا دارته بالعجار الجزائري، حاجه مليحه معليش مميزه، انه تفكرت العجار الجزائري احسن من انه تتبع ترند الخليجي. المهم نرجعوا لسيده السقطات. فيفي اللي جربت تعمل ترند ولكن بطريقه مميزه ومختلفه جدا جدا. في رايكم متابعينا فيفي كيف دارت الترند؟ والله متابعينا استحي ان اقول. فيفي دارت ترند بالبوكسر تاع رجلها، شيء فظيع. ما هذا يا فيفي؟ هل جننتي؟ فيفي دائما بهذه
المهم على فكرة فيفي دائما تبدع، أبدعت هذه المرة في البوكسر تاع راجلها. واش راح نقولوا، راجلها شرشحاتو طيحاتو نوضاتو، المهم راجلها بدعت فيه حتى شبعت، حتى ولينا نشوف البوكسر تاع راجلها. ربي يعافينا ويعافيكم بما ابتلاهم متابعين. المهم متابعينا، نتمنى انه كنت خفيفة ظريفة عليكم. مني اليكم سلامي الحار، نتمنى منكم الضغط على زر الاعجاب والمتابعة. شكرا لكم متابعي الاعزاء.